لا بد إنك تعلم أن الحرب مع الرافضة ليست حربا سياسية، دي حرب دينية. الناس ديل ما بيتفقوا معانا لا في الله ولا الرسول ولا القرآن. الرافضة ما يتفقوا مع المسلمين إلا في القبلة، بس بيتوجهوا للقبلة دي، وإن كان صلاتهم ذاتها هذه صلاة المسلمين. طيب أنا جبت معي هنا كتب دي بتاعت زعماء الرافضة، زعماء كبار جدا للرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة اسمها التقية أو التقية. لما تناقشهم تقول لهم انتوا في عقيدتكم القرآن محرف، ولا بتسبوا الصحابة، ولا بتقولوا بزواج المتعة، بيقول لك ما قاعد نقول كده. دي كتبهم ودي العقائد الخبيثة بتاعتهم. ده كتاب اسمه كشف الأسرار، كشف الأسرار. المؤلف بتاعه قال روح الله خميني عليه لعنة الله، ده المؤلف بتاع الكتاب. شوف جوا بقوله في شنو. يقول الخميني إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه. الإله قال البقيم العبادة ويجي يهدمها، ده قال نحن ما بنعبده. قال ويجلس، أي الإله الذي أجلس ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقدير مصير الأمة بعد وفاة نبيه. قال ما بيعبد إله يمكن لأمثال عثمان ومعاوية وغيرهم، عندهم هم بيسبوهم، وهؤلاء من أفضل خلق الله ومن أجل الأنفس التي خلقها الله، ولا يعرف بعد النبيين ناس أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ده كتاب من كتبه عشان انت تعرف الحقيقة، حقيقة الرافضة. ده كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، المؤلف بتاعه الخميني عليه لعنة الله. جوا في الكتاب بيوريك في العقيدة بتاعتهم. قال الأئمة بتاعينهم الاثنى عشر إمام، ده من الشيعة الاثنى عشرية، قال إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قديم الخلق وفي التكوين وفي الوجود. شوف الغلو ده كيف. قال ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأئمة بتاعين الشيعة الاثنى عشر وإن كان منهم من هو خير وصاحب فضل، لكن بيقولوا دول منزلتهم لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فوق الأنبياء. وهذا كما قال ابن عربي الصوفي في عقيدته، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني عندك الولي فوق بعدي والنبي بعدي والرسول. الشيعة عندهم الأئمة بتاعهم فوق الأنبياء، فوق الأنبياء. قال إن لأئمتنا مقاما في موضع ثاني من الكتاب ده لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عقيدة خربانة، رفعوا أئمتهم فوق للأنبياء. والعقيدة دي ممكن تلقاها عندنا في أمتنا دي ذات، في ناس عندهم نفس العقيدة دي، بيرفعوا الأولياء بتاعهم فوق مقام الرسل، بل بيخطوا أولياءهم في مكان مع الله تبارك وتعالى، مع الله.
زي ما جاء في كتاب يباع الآن في الدار السودانية للكتب، للأسف الشديد في بلدنا دي يباع الكتاب أيضا في مكتبة الجامع الكبير، اسمه قلائد الذهب وفواتح الكرب. الصفحة 83 يقول، قال مقام بتاع شيخ اسمه الدسوقي، قال أنا شاهدت ربي تحت العرش وعلى الكرسي كلمته، أنا مفاتيح الجنة بيدي ومفاتيح النار بيدي، من زارني أسكنته جنة الفردوس. غلو ده يقول لك ديل علماء وديل أولياء وهؤلاء الصالحون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. زي ما جاء في الكتاب ده كشف الأسرار بتاع الخميني، قال والحديث الآخر صفحة 143، والحديث الآخر يقول فيه إن جبريل كان يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء من الغيب، فيقوم أمير المؤمنين بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. مصحف فاطمة ده نزل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الكتاب الضخم ده اللي انتم شايفينه، الكتاب الضخم ده، وده بيعتبر الكتاب الأساس عند الشيعة، ده زي صحيح البخاري عند المسلمين، ده الكتاب الأساس عندهم. طيب يقول عن مصحف فاطمة، قال وما أدراك ما مصحف فاطمة، مصحف فيه 3 أضعاف ما عند المسلمين وليس فيه منه حرف واحد، بيساوي المصحف اللي احنا بنقراه كتابنا ده 3 أضعاف زيه، وما في حرف واحد منه في مصحفنا ده. شوف ده عندهم ما يسمى بمصحف فاطمة. وهنا عندهم عارية الفرج، وعندهم زواج المتعة. زواج المتعة قالوا ممكن يصل ل1000 مرة، 1000 مرة تتزوجن متعة، بس تلقى البيت ده جاي تتفق معاه وتمشي متعة. ومن لم يدن بالمتعة قالوا فليس بشيعي. وعندهم العارية، يعني ممكن زول يستعير منك امرأة، يقول لك مرتك دي أعيرني ليه اليوم، ده في دين الرافضة.